السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة منوعات نوجة. النهاردة هنعمل مع بعض صلصة الطماطم، ويلا الحقي خزني عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل ب20 جنيه طماطم. هنعمل كل الكمية دي حوالي 16 أو 17 كيس روستو، علبة روستو. أنا عاملة الكيس على قد علبة الروستو بالظبط، وفي أكياس أكبر كمان. يلا نشوف ازاي ونشوف الكمية ربنا مبارك فيها قد ايه عشان تعرفي انها سهلة وبسيطة. هتجيبي الطماطم وتغسليها بس وتحطيها زي ما هي، ما تقطعيهاش. وهتجيبي حوالي 5 بنجرات على كمية الطماطم كلها. هتقشري البنجر، هتقشريه وتغسليه وتقطعيه كده وتحطيه في نص الطماطم، وتحط عليه بقية الطماطم اللي انت غسلاها، وبعدين ترفعيها على النار. اظن مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده ولا اروع من كده. وهتلحقي تخزنيها لانها دلوقتي رخيصة. الكيلو ب2 جنيه. احلى طماطم، يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة. هتحطيها كده على النار لحد لما زي ما انت شايفة كده تستوي وتبقى كده. بصي القشرة بتطلع ازاي، بصي زي كده تلاقي القشرة سهلة معاكي تطلع. هتسيبيها لما تبرد، وبعد كده بصي المية اللي فيها دي لونها احمر، دي ميتها، ما حطيتش عليها مية خالص. وهديت النار عليها لحد ما بقت كده، وسيبيها تبرد وبعدين تضربيها في الخلاط. وهنا ضربتها في الخلاط زي ما انت شايفة، وبصفيها في المصفى دي، وباخد التفل بتاعها، القشر بتاعها ما ترموهوش ان بيتعمل منه مش. وهنا دي الصلصة الصافي اللي زي روستو بالظبط بتتباع، يعني حاجة ولا اروع من كده. وانتي اللي عاملاها في البيت معلهاش مواد حافظة. والحقي خزني، سهلة جدا وبسيطة ومش تاخد منك حاجة. وهتاخدي القشر بتاعها ده بالبذر دوت، بيتعمل بيتحط على المش، بيتحط في ناس بيحطوه على المش بجبنة، اللي هو المش بيدي طعم حلو قوي. وبيتحط ساعات في ناس بيحطوه على المخلل. ما ترمهوش، كل حاجة بتتعان وبتتحفظ وليها فوائدها، وليها كمان كل استخداماتها. يعني ما ترميش حاجة، مفيش حاجة فيها تترمي. وهنا انتي طبعا هتجيبي كياس بتاعتك اللي انتي بتغلفي بيها، بتاعت الكياس اسمها كياس اللبن، بتتباع عندي بتاع اللي بيبيع البلاستيكات والكياس والحاجات دي. هتجيبيها زي ما انت شايفة كده، تحطي في شفشق كده، وتحطي انت لو عايزة كيس كبير بتحطي كده شفشق وتعبي فيه وتقفلي وتحطي جنبك لحد ما تخلصي الكمية. وانا هنا حاولت بقى اقلل الكمية شوية، اعمل على قد علبة الروستو بالظبط. دي ب25 جنيه العلبة ديت بتتباع، انا بشتريها ب25 جنيه. بصي انا هملاها كم مرة، انا مليتها دي 17 مرة. تخيلي انا عملت كمية قد ايه طماطم ب... 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 بعلبة الروستو دي. وطبعا في ناس كتير عارفة هي بتتباع بقد ايه. بصي 4 5 6، بصي 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و2 كبار، يعني 18 كيس. شفتي بقى انت هتوفري على نفسك قد ايه. يلا قومي الحقي اشتريها، ما تضيعيش وقت. هي تستاهل فعلا. انت مش هتوفري مجهود بس، وكمان نظافة انت اللي عاملاها بايديكي. يلا بقى ما تنسيش اشتراك في القناة وفعال الجرس عشان يوصلك كل جديد. واقولك تتحفظ ازاي صحيح. هتاخديها تجيبي بوكسة بلاستيك، من البلاستيك دي، ايوه دي بتاعت الفواكه دي. هتحطي فيها الصلصة وتحطيها في الفريزر بس. ولو متعاص لو مبلول الكيس بمية، بتحطيه جوه كيس تاني عشان ما يلزقوش في بعض. وبسيطة جدا وسهلة. ويلا قومي اعمليها. ويلا وما تنسيش بقى الاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك، بجد يعني هتوفري على نفسك كتير مجهود وتعب
وفلوس وكل حاجة، يعني حاجة في منتهى الجمال والروعة. جربيها وهتفرحي وهتعمليها على طول، لانها فعلا طعمها حلو جدا طريقة التخزين دي ولا اروع من كده، وعن تجربة. يلا اشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.